نطلب أن تكون منطقة الشرق الأوسط خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، نووية وبيولوجية وكيماوية. فإحنا موقفنا واضح ولم يتغير حتى الآن. لا نريد أسلحة نووية في المنطقة، لأن وجود الأسلحة النووية في المنطقة وكثرتها معناها أنها تجرنا إلى أن ندافع عن نفسنا، ولازم نجيب أسلحة نووية احنا الآخرين. مش معقول نقعد نتفرج وممكن ننضرب في أي وقت من الأوقات. هي من حقها ان هي تأمن مصالحها، واحنا كمان نأمن مصالحنا، ولدينا ما يؤمن مصالحنا. والتوازن قائم اكتر من توازن كمان. انتوا مش واخدين بالكم بقى ولا ايه؟ الفيديو اللي انتوا شفتوه ده يبقى لقاء للرئيس الراحل حسني مبارك مع مندوب من اسرائيل في الولايات المتحده. الرئيس مبارك حذر من ان امتلاك اسرائيل لسلاح نووي في المنطقه ده هيدفع مصر ان هي كمان تجيب اسلحه نوويه عشان تحقق التوازن في منطقه الشرق الاوسط. اما الفيديو الثاني فهو للرئيس عبد الفتاح السيسي في 2014، كان في لقاء تلفزيوني واتسال عن امتلاك مصر لاسلحه ردع ممكن تكون بتمتلكها مصر عشان تحافظ على التوازن في منطقه الشرق الاوسط. الفرق بين اللقاء الاول واللقاء الثاني هو 20 سنه، واحد سنه 1994 والثاني سنه 2014. ال 20 سنه دول مصر امتلكت سلاح بيرعب الاسرائيليين. طب ايه علاقه اللقاءين دول لاستهداف الموساد الاسرائيلي لاي عالم مصري كان بيدرس في الطاقه الذريه اللي بتعتبر حجر الاساس لانتاج القنبله النوويه؟ وايه السلاح اللي بتمتلكه مصر مخلي اسرائيل وامريكا بجلاله قدرها يتعاملوا مع مصر بحذر، لدرجه ان ترامب بنفسه تراجع عن مخطط التهجير، والامريكان بعتوا رساله لمصر بيقولوا لهم فيها ان واشنطن لا تنوي الصدام مع مصر. ما هو بالعقل ايه اللي يخلي اقوى دوله في العالم انها تتعامل بحذر مع الجيش المصري الا لو كانت معاها معلومات بتاكد ان مصر معاها ما يحميها، وما يحميها ده يقدر ينسف اسرائيل من على الخريطه. طيب ايه الحكايه؟ هل مصر فعلا بتمتلك سلاح يرعب اسرائيل وامريكا؟ وهل مجهودات العلماء المصريين في الطاقه الذريه اتت بثمارها؟ وايه حكايه الصواريخ الباليستيه العابره للقارات اللي بتقدر تحمل رؤوس نوويه اللي مصر استلمتها من كوريا الشماليه؟ ده اللي هنلخصه مع بعض النهارده في الخلاصه. خلينا الاول ندي لمحه عن العلماء المصريين اللي تم اغتيالهم وهم بيدرسوا وبيبحثوا في مجال الطاقه الذريه، وبالمناسبه دول كتير جدا. في قسم خاص في الموساد الاسرائيلي بيرصد اي عالم مصري بيتخصص في الفيزياء النوويه، مجرد بس ان هو يروح جامعه اجنبيه ويدرس التخصص ده بيقوم على طول باغتياله، لان ده يعتبر الخام لانتاج السلاح النووي. وعندنا امثله كتير على الكلام ده، واولهم الدكتوره سميره موسى. الدكتوره سميره موسى وقت اغتيالها كانت شغاله في معهد مالين كراودد في جامعه واشنطن في امريكا، وفي يوم وهي راجعه من المعمل السواق الخاص بيها واللي بالمناسبه كان متعين من القوات الجويه الامريكيه، الراجل قام اختل توازنه وهو بيسوق وقام وقع بالعربيه من فوق الجبل، وتوفت الدكتوره سميره موسى وضاعت معاها كل ابحاثها الخاصه بالفيزياء النوويه. تاني واحد في قائمه الاغتيالات هو الدكتور المصري يحيى المشد اللي كان شغال مهندس في البرنامج النووي العراقي مع صدام حسين، وفي سنة 1980 دخل عليه اوضته في فندق لوي موريديان في باريس، لقوه مصاب بأكتر من طعنة أدت لوفاته، واتعرف بعد كده إن البنت اللي كان في علاقة معاها كانت متجندة من الموساد الإسرائيلي. وقائمة الاغتيالات بتطول معانا باغتيال بدكتور سيد بدير وبدكتور سمير نجيب وغيره وناس كتير، والقائمة بتطول معانا، والقائم المشترك بينهم انهم كانوا بيدرسوا فيزياء نوويه وانهم كانوا مصريين. طيب نيجي لاهم سؤال بعد كل اللي شفناه ده، هي مصر فعلا عندها نووي؟ والحقيقه ان في ردين على السؤال ده. اول رد وهو الرد الرسمي والمعلن ان مصر ما عندهاش نووي ولا مشاركه في اي منتدى بيضم الدول النوويه. والرد الثاني والغير معلن وهو رد الرئيس السيسي اللي عرضناه في اول الفيديو، لما المذيعه سالته وقالت له هي مصر عندها اللي يحميها في المنطقه سواء من هجمات جايه من اسرائيل او من ايران، وكان رد الرئيس رد دبلوماسي وذكي جدا، هو لمح بوجود سلاح يحقق التوازن في المنطقه. يعني لو اسرائيل عندها اللي يهدد وجود الجيش المصري فمصر برضه عندها اللي ينسف اسرائيل، عشان كده في توازن قائم بين الدولتين والاثنين حذرين في التعامل مع بعض. برضه احنا ما عرفناش يعني احنا كده عندنا سلاح نووي ولا لا. خليني احكي لك قصه ثانيه وانت هتفهم اكتر. في حرب اكتوبر سنه 1973 اسرائيل هددت مصر بضربه نوويه بعد عبور الجيش المصري لقناه السويس، وده عشان القياده السياسيه في مصر تخاف وتقلل من تقدمها لقواتها في سيناء. والمفاجاه هنا جت من CIA لما انتشر ليها وثائق في 2012 بتفيد بان الاتحاد السوفيتي اللي كان متحالف مع مصر وقت الحرب قدم دعم للجيش المصري باسلحه غير تقليديه عشان يحافظ على التوازن والردع في المنطقه. الوثيقه قالت ان مصر في الفتره دي حصلت على مساعدات نوويه في شهر 6، يعني قبل العبور بتاع قناه السويس ب4 شهور. الجيش الامريكي رصد منصات صواريخ سكود محمله برؤوس نوويه في مواقع كانت قريبه من القاهره، بالتحديد في منطقه حلوان.
واللي اكد الكلام ده هو خطاب الرئيس الراحل انور السادات لما كان في مجلس الشعب، لما قال قدام كل النواب ان مصر عندها صواريخ تكتيكيه تقدر تسيب العمق الاسرائيلي. وفي وقت الثغره اللي حصلت بعد الحرب وبعد الاعلان عن وقف اطلاق النار بين الطرفين، وقف ليونيد برجنيف في قلب مجلس الامن وهدد ان القوات الاسرائيليه اللي عبرت ودخلت العمق المصري لو ما التزمتش بقرار وقف اطلاق النار وتقدمت باتجاه القاهره، وقتها قال انه هيسمح لمصر باستخدام الاسلحه التكتيكيه اللي قدمها الاتحاد السوفيتي للجيش المصري. طيب دلوقتي عرفنا ان في اسلحه تكتيكيه وصلتنا من الاتحاد السوفيتي في حرب 73. ايه بقى حكايه الصواريخ الباليستيه العابره للقارات اللي الجيش المصري استلمها من كوريا الشماليه؟ بص يا سيدي، سنه 1996 خرج تقرير من الاستخبارات الامريكيه بيبين نشاط غريب كده بين كوريا الشماليه ومصر، زي بيع صواريخ باليستيه عندها القدره على حمل رؤوس نوويه اللي الجيش الكوري باعها للجيش المصري. طبعا هم استغربوا، اللي بيشتري النوع ده من الاسلحه بيبقى عنده رؤوس نوويه عشان يحطها على الصواريخ دي. طب هي مصر بتعمل كده ليه؟ ومش كده وبس، مصر كمان اخذت التقنيات والتكنولوجيا والمعدات اللي تخلي الجيش المصري يصنع الصواريخ دي بنفسه في المصانع الحربيه، وكمان ينتجها بكميات كبيره. لسه برضه ما عرفتش اجابه السؤال ولا لقيتها وهي طايره؟ حد هيقول لي طب ما احنا عندنا كل الاسلحه التكتيكيه والنوويه دي، ليه الجيش المصري مش بيقول عنها او يعلن عنها؟ هقول لك، بص على صدام حسين لما حاول يعمل الموضوع ده في العالم، ايه اللي حصل في العراق؟ يا عم سيبك من العراق، بص على ايران وهي بتحاول تنفذ البرنامج النووي بتاعها، شوف بتاخد كم عقوبات اقتصاديه قد ايه ممكن تدمر اقتصادها. الامور اللي زي دي بيبقى الافضل ليها انها تحصل في الخفا، وده لسببين. اول سبب وهو العقوبات الاقتصاديه اللي ممكن تقع على بلدك، او الغزو اللي ممكن يحصل لو باقي الدول عرفت انك بتخصب يورانيوم، وده اصلا مخالف للاتفاقيات الدوليه. تاني سبب وهو الخداع الاستراتيجي. تخيل معايا كده دوله زي اسرائيل للحظه كده يعني عقلها وزها وافتكرتك ضعيف وحاولت تعتدي على ارضك مره كمان، وهي فاهمه ومدركه وقتها ان انت مش معاك نفس الاسلحه اللي معاها، واول ما تدخل ارضك تتفاجئ بالسلاح اللي معاها. ده طبعا هيربك لهم كل مخططاتهم، وهيكون اهم سبب واكبر سبب في هزيمتهم. عشان كده من المهم انك ما تعلنش عن كل اوراقك، وتخلي عدوك دايما متوتر ومش عارف هو انت مخبي ايه ورا ظهرك. ودي الطبيعه البشريه للانسان، دايما بيخاف من المجهول. تفتكر ان مصر في يوم من الايام ممكن تعلن عن امتلاكها للسلاح النووي رسميا وتنضم لباقي الدول النوويه، ولا ده هيكون صعب؟ اكتب لنا رايك تحت في الكومنتات، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك واشتراك في القناه وتفعل زرار الجرس عشان توصلك الخلاصه. سلام.